ليه يا جماعه في ناس بجحة قوي في الدنيا كده؟ ليه في ناس بجحة كده؟ ليه في ناس ما بتاخدش بالها من كلامها؟ ليه ما تبقوش تفهموا ان في ناس حساسه في الدنيا؟ انتوا ليه بجحين قوي كده؟ عليه الصلاه والسلام. انتوا ليه بجحين قوي كده؟ ليه بجحين قوي كده؟ ليه ما تاخدوش بالكم ان في ناس حساسه؟ يا جماعه الكلمه ممكن تاثر في بني ادم، ممكن تموته، ممكن تجيب له جلطه. الناس اللي هي داخله، ها، يعني ده الاول كلامي للناس البجحه، وبعدين هقول كلام للناس الحساسه ازاي ترد على الناس البجحه دي. انت لو انسانه حساسه، ها، لو انسان بجح، يا اخي لما تلاقي شخص قدامك مش بجح، ما تبقاش انت بجح معاه. خلي عندك ذوق. لما تلاقي شخص مش بجح، او شخص بيزعل، او شخص حساس، ابقى خلي بالك من كلامك معاه. لان الناس الحساسه دي يا جماعه ممكن تموت من الزعل، ممكن تموت من القهرة، ممكن يجيله جلطة، ممكن يجيله عصب السابع وشه يتعوج، ممكن يجيله سكر، ممكن يجيله أي حاجة، يموت من الزعل. الزعل يا جماعة والكسر ده، أنا سمعت يعني الدكتور مجدي يعقوب مرة بيتكلم عن الحزن، إن هو بيقطع حاجات كده في القلب، بيسبب الموت. خلاص، فيعني الزعل ده مش تستهونش بيه، ده الكلمة دي ممكن تموت بني آدم، زيها زي طلقة الرصاص بالظبط. تمام، ده بالنسبه للناس البجحه. يعني انت يا بجح انت، يا بجح انت وهو، ارجوكوا بطلوا بجاحه، بطلوا ايه، بطلوا بجاحه. طيب بالنسبه للناس الحساسه بقى، حبيبتي انت لو شخصيه حساسه او انت شخص حساس، حبيبي حط لنفسك حدود. حدود. يعني انا دلوقتي انا بكلمكم عن حاجه، عن شخصيه، انا شخصيه حساسه جدا، اقل حاجه بتاثر فيا. فربنا مبتليني في حياتي بمجموعه ناس كده يعني، بجحين. تمام. فللاسف الناس دول يعني بضطر اتقابل معاهم كتير، لان هم يعني مش عايزه اقول ان هم من الدايره القريبه ليا، فبضطر ان انا اتقابل معاهم كتير في مواقف كتير، في اعياد، في مناسبات، في زيارات، في كده. فللاسف خلاص يعني. فدلوقتي انا بعمل ايه؟ ابتديت احط حدود بقى، اللي هو ايه، انا بحط حدود للتعامل معاهم او اتجنبهم خالص. لما الاقيهم في مكان بتجنبهم، يعني احنا قاعدين في جروب كبير، فبحاول ان انا ايه، ابعد شويه عن التجمع واقعد لوحدي، او اقعد مع حد انا مستلطفاه، او ان انا احط حدود معينه، اخلي لشخصيتي ان هو مش يعرف ان الكلمه دي بتضايقني، فبين له ان انا متضايقه. كنت الاول ايه، احرج ان انا ابين ان انا متضايقه للشخص ده، او ابين ان انا متضايقه للناس دي. لكن لا، انا بقيت ايه، ان انا ابين لهم ان كلامهم بيضايقني. كنت الاول بتحرج، لكن دلوقتي لا، بقتش بتحرج بصراحه. فاي موقف يتعمل فيا بقيت ايه، ابين ان هو بيضايقني. اي حد يسخر مني او من ولادي، او يقول اي كومنت سلبي عليا، بقيت برد مش بقله ادب ولا بزعق ولا حاجه. الفعل ده بيضايقني، كذا، وانت عندك كذا، وانا برضاش برضو ان انا اسخر منك، بس انت عندك نفس الحاجه وانا برضاش. فابتديت اعمل حدود. فالموضوع ده فادني كتير جدا، لان ابتدوا ان هم يتعاملوا معايا بخوف، بحرص. عن الاول، كان الاول مستباحه، يدولي ادي وانا محرجه، ما اجي بقى في البيت اتخانق بقى مثلا، اطلع عصبيتي على ولادي، على اصحابي، على جوزي، على لا بقيت ان انا ايه، اطلع عصبي. الشخص اللي اتعصب عليا او قال لي كلمه بردها له وانا قاعده في مكاني، بروح البيت بقى متكيفه قوي. ليه؟ لان انا خلاص ما فيش حاجه من ده. كنت الاول بقى ايه، اروح البيت شايله هم ومكبوته وزهقانه واعيط ودماغي تصدع، وانا ليه ما ردتش، ليه ما قلتش، وافضل بقى اكل في نفسي شهر واتنين، وفي كل ما افتكر الكلمه لا، نافوخي يعني يفور يغلي. لا دلوقتي لا، بقيت ارد على البني ادمين دول، وعملت لنفسي حدود، ان انا مش متاحه طول الوقت، ان انا ليا شخصيه، ان انا عندي ان انا مش مسموح لحد ان هو يقول لي كلمه او ينتقدني. بقوا يخافوا. مش عايزه اقول لك ان البجحين دول مش بس ما بقوش بجحين معايا، بقوا بيخافوا مني، اقسم لك بالله. ليه؟ لان انا حطيت حدود. كل مره يبتدوا يهينوني فيها، بقوا يبصوا كده يشوفوا هينفع يقولوا الكلمه دي ليا ولا لا. من كتر ما هم كانوا مستبيحيني. انا كنت مستباحه الاول، ماشي، وكنت اعصابي بتتعب، وكنت ضغطي بيرفع، ازاي انا ما اردش. لكن دلوقتي لا، انا ما بقتش مستباحه، بقيت بقى اي حد بيقول لي كلمه برد عليه بادب. يا جماعه لازم نعرف بادب، احنا مش هنتخانق مع، احنا مش غجر، احنا مش زيهم، احنا مش ولاة الادب، احنا ناس مؤدبه وناس حساسه، لكن هم الناس مش محترمه. تمام، هم الناس مش محترمين، فما بيحترموش حد ولا مشاعر حد. احنا بندافع عن نفسنا، عن مشاعرنا. خلاص، مشاعر دي حاجه مهمه قوي، نفسيه البني ادم دي حاجه مهمه قوي قوي. فهم متخيلين ان نفسيه، ان ما انا اقول لك كلمه واروح انام، لا، تجرح قوي. عشان كده ربنا عمل الغيبه والنميمه، ان مهما انت اخترتي بني ادم، تخيلي انت بتتكلمي عن شخص هو مش موجود،
يعني ربنا بيزعل انت بتتكلمي عن شخص ومش موجود، وبيحاسب ومش هيسامحك غير لما الشخص اللي انت اتكلمتي عليه يسامحك. تخيلي لما تتكلمي عليه في وشه بقى، تجرحيه في وشه، هل ده يبقى مباح؟ اللي يقول لك اصل انا اللي في قلبي على لساني، لا مفيش حاجه اسمها اللي في قلبك على لسانك، انت بجح حضرتك، انت اسمك بجح مش في قلبك على لسانك. خلاص. فاللي هو انسان اللي شايف عيوبه ما ينتقدش الناس اصلا، لانه ما عندوش وقت ينتقد غيره. فانا بقول لك حطي حدود للناس اللي بتاذيكي، بتاذي ولادك، علشان خاطر ايه؟ علشان خاطر نفسيتك يا حبيبتي، لان انتي ام وزوجة وموظفة وبني ادمة وليكي اسرة وليكي اهل ومسؤولين منك. وباي باي.